والله شاكرين يعني على الترحاب وعلى الاستقبال اللي لنا، ودي عادتكم اصلا ويا السودان يا السودانيين. وان شاء الله المسؤوليه العامه تستمر في دعمها للنادي ومن خلال النادي للسودانيين الموجودين في كافه القطاعات. يمكن احنا في تنسيق مستمر معاكم وده عواد في الاجتماعات المختلفه وان شاء الله كل البرامج اللي ترفع علينا نتولاها ان شاء الله ننجزها طالما كانت هي في مصلحه السودانيين واخواننا السودانيين المحتاجين للدعم والمساهمه ان شاء الله. قادرين ناكد انه يا اخوان والله قنصلياتكم دي دائما موجوده ودائما ابوابها مفتوحه لكم في اي وقت. تليفوناتنا دي اصلا ما قاعدين نحجب عن اي شخص، وبتلقونا يمكن في اي حته. ما بنقول كلام بتاع مجاملات، لكن كلام حقيقي بنعمله. يمكن في مجال الصحه قدمنا عدد من الخدمات، جبنا المخيم لحد هنا، ما عندنا ما نحتاج نجيبه هنا المخيم العلاج المجاني. الاساستر الان موجودين معانا، ولحد الان احنا عملنا يمكن قرابه 60 عمليه جراحيه مجانا للسودانيين في الامارات. امارات راس الخيمه كان عندها حظ وفير من العمليات. المخيمات عملنا 9 مخيمات الى الان، وان شاء الله الاتفاقيه بصدد تجديدها. في مجال التعليم برضه يمكن اخر حاجه سمعتوها امتحانات الشهاده الثانويه، ودي كانت يمكن لاول مره في تاريخ الدوله. الناس تصبر يا اخواننا، يعني الضرر اللي وقع على الناس كبير والاذى اللي وقع على الناس كبير، ويمكن اي شخص موجود هنا يتاذى، ولكن ده امتحان من الله سبحانه وتعالى. نحن نصبر حتى في يعني الان معاناه بعض اخواننا السودانيين من مرضى، من ناس يعني كهرباء ما عندهم، سكن ما عندهم، ده موجود، واقع موجود، ولكن ده جزء من الامتحان. نحن بنعالج فيه باذن الله تعالى، وان شاء الله ننجح في انه نعالج كل الامراض الموجوده. عندنا عدد من السودانيين الان بيعانوا، عندي قائمه فيها قرابه 30 مريض. نحن موسعين مع اخواننا في مستشفى العين انه نلقى تمويل لعلاجه. قدمنا القائمه دي لاسف، مشينا بعد من كده تواصلنا مع رجال الاعمال مع الشركات السودانيه وقدمنا لهم القوائم دي، وطلبنا منهم مباشره انه اي واحد او اي شركه تتولى لنا نفرين 3 اديناهم القوائم. والله نحن مطلعين على المشاكل المختلفه بتاعت السودانيين، ويمكن بنحتاج نهار ليل وفق الامكانيات المتاحه لنا انه نحل المشاكل. صحيح المشاكل هي ضخمه، لكن بعزيمتنا باصرارنا بوجودكم تكاتفكم نصايحكم ان شاء الله نقدر نسيطر على البلد كلها. معلومه الحاله الحاصل فيها، ان شاء الله بلدنا تطلع لبر الامان، ان شاء الله بلدنا تنتصر، سوداننا ينتصر، قواتنا تنتصر، يعود السودان ان شاء الله اكثر منها واكثر قوه ان شاء الله.